اهلا بيكم، انا مصطفى داوود، وانتوا دلوقتي بتسمعوا ما لا يخبرونك عن التسويق، البودكاست اللي بيدردش معاك في الحاجات اللي ممكن ما تكونش انت عارفها عن الماركتينج، والحاجات اللي احنا حابين نعرف عنها اكتر مع ضيوف مميزين جدا شاطرين جدا في مجالهم وبيجاوبوا على اسئلتكم انتوا بالذات. البودكاست دوت بيحقق امنيه، وهي امنيه ان انا كان نفسي حد يقول لي الحاجات دي وانا لسه ببدا. حضر معاك حاجتين، الورقه والقلم، وسجل معانا كل حاجه هتتقال عشان كل اللي هيتقال في البودكاست دوت مهم. يلا اسيبكم على الحلقه. يلا، اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ما لا يقولونك عن التسويق، البودكاست اللي بيقول لك الحاجات اللي انت ما بتعرفهاش عن الماركتينج. أه... حد عارف اغنيه اي سي دي سي ثاندر؟ انا معايا بامانه. this is such a iconic song. والنهارده انا معايا حد ايكونيك جدا من ثاندر بقى. يعني يعني انا عاده بانتروديوس الجست، بس انا حاسس ان سلمى she will give a much more interesting يعني انترو عني صراحه. ف welcome my guest سلمى شاهين من the head of marketing at Thunder. Hello, hello, hello. Thank you, Mustafa, for having me. بجد متحمسة قوي قوي قوي. عامة انت عارفة انا اول مرة اعمل بودكاست. I يعني this is figured. actually this is actually like my first time ever to be on the podcast. كنت على الراديو قبل كده كتير، بس يعني ما اعرفش ليه I've never actually done podcast. So I You're feel this doing is well. it's a very special opportunity for me بصراحة. فتعالى نبدأ ده كإنترو حاجة عني. Fun fact. طيب أنا سلمى شاهين. I'm head of marketing at Thunder. I think I can talk a little bit about Thunder for those اللي بيسمع ومش عارف إيه هي Thunder. Thunder is a digital application where you can invest في البورصة المصرية أو شركات في البورصة عامة، وفي صناديق استثمار. ودي بس بداية ثاندر عامة، بس احنا كمنصة الامبيشن بتاعنا ان احنا نبقى بنزود investment products للمصريين، ونتيح ليهم عامة الاوبورتونيتي ان هم يبقوا financially free in the way that most people are around the world. فده كده سريعا what Thunder is و what we're trying to do from a brand mission standpoint. وبس. وبس، ولكن ومش بس. طيب يعني عزيزي المستمع، انت مش شايف السكرين ورايا، بس يعني لو شايفها، فلو انت تعرف الميم بتاع ذيس فاين والدنيا بتولع وراه، ده انا دلوقتي. وده كل حد حاول يخش مجال الفinTech وحاول يديسربت مجال الفinTech الصراحة. they either shoot up to the moon or like burn up in flames. And this is المعادلة الصعبة ما بين انا ازاي هديسربت اندستري so rigid. يعني it's an industry مش هقول عجوزة، ولكن آه، فعلا صلبة، مش ما فيهاش فلكسبيليتي، ما فيهاش حركة وما. انا عمري ما صراحة ما فكرت في الفينتك او مجال التقنية المالية كحاجة صراحة شبابي. فلا يعني انا حتى الان بتخانق مع البنك بتاعي عشان الابلكيشن بتاعهم يقرف. ف... 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 فانك تبني ابلكيشن بالنسبه اولا لعوام الناس، مش اي حد يعمل كده، وفي نفس الوقت مش اي حد يبني براند لطيف ويكون صوره حوالينه كثاندر. we see a lot of transactions, a lot of love, a lot of hate، الكثير من الحب والكثير من الكراهيه. وده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده. كهيد اوف ماركتنج disruptive، ولو اني بكره الجمله دهيت يعني عشان اللي هو كل حد اللي هو disruptive، لا يعني كحد بيثير جدل وبلبله كتير في السوق، كحد كثندر يعني. عايزين نعرف يعني ازاي اولا انتوا كسبتوا قلوب الناس، وثانيا ازاي كانت البدايه، كيف بدأ ثندر، كيف بدأ الخلق، او خصوصا في الماركتنج بدايه صعود البراند بقى. ماشي، اوكي. طيب انا هدي بس كونتكست ان انا بقالي 10 شهور في ثاندر. وممكن عامة لما حد يسمع 10 شهور بس في شركة يحس اللي هو
ايه ده انت بقى ما كنتيش موجوده في اللايف سايكل الطويله قوي بتاعت الشركه، بس هي it is a young company. فاحنا بنتكلم برضو على شركه اتاسست في 2020. ف I almost feel like I came almost midway. I think as with any startup عامة في حاجات كتيرة قوي بتتغير في طريق أي شركة. ممكن يبقوا بيبدأوا بفكرة والفكرة بتتحول أو بتevolve لحاجة مختلفة تماما. بس I think what's really special about Thunder is إنه أحمد حمودة الفاوندر كمان. يعني أنا لما جيت what I bought into كان idea إن هو كان طول عمره بجد عنده حلم، وأنا عارفة إن ده it sounds so cliché، بس هو بجد 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 هو راجل طول عمره عنده حلم، عشان هو كان بيشتغل في investment banking. انه ايه ده، هو ليه بس اغنياء مصر هم اللي بيعرفوا يستثمروا؟ ايه ده ليه الحتة دي مزنوقة قوي مع people who have bank accounts مع ناس اكبر في السن؟ ليه مش مجال الانفستنج كحاجة أساسية في حياتنا is not available في مصر easily. He's always wanted Thunder to become something, and it's something that was on his mind I think for years قبل ما يبدأ Thunder. فإنه برضو يبقى هو عارف يبريك barriers كتيرة قوي. هو co-founder بتاعنا سيف عمرو برضو is quite inspiring في قصة الانفستمنت في المطلق. فكم حاجة برضو صغيرة، مثلا إن Thunder كانت أول شركة من ساعة 2008 تاخد رخصة سمسارة في مصر. وأول ما بدأنا في أول سنة it was 87% of our users كانوا أول مرة يستثمروا في البورصة المصرية عامة، أو يبقوا بيشتروا أسهم في شركات. فده again goes to show إنه بجد البرودكت نفسه ما كانش available. فthe dream of democratizing investing كانت بجد حقيقية، وحاجة a product that was able to actually do that. From a brand perspective أنا حاسة الكور بتاع البراند ما تغيرش كتير in terms of its values و in terms of what it is that we stand for and what it is that we're trying to do. بس ما كانتش ظاهرة قوي للناس، وما كانتش ظاهرة بقى لأسباب كتيرة قوي. ما كانش عندنا funding كفاية في الأول، ما كانش we weren't rightly resourced في الأول. كان في حاجات كتيرة قوي بنفوكس عليها زي البرودكت نفسه، building the team. ففي أسباب كتيرة في life cycle بتاعت الستارت اب why sometimes brands can be forgotten. But I think what is great برضو about حمودة and Thunder is إنه they realized early on إيه ده، لأ ثانية، هو brand is extremely important. لأن اللي احنا بنحاول نعمله عامة is actually I know you say you hate the word disruptive وأنا كمان عشان عامة كل الناس بتقعد تقولها، بس هو فعلا disruptive لما تبقى الوحيدة اللي في مصر اللي بتعملها. يعني بجد لما تبقى أول واحد عملتها، وتبقى الوحيد اللي بتعملها، وتبقى الوحيد اللي خدت الرخصة، وتبقى الوحيد اللي في application لمدة طويلة قوي قبل ما players تانية تعمل application. It is disruptive in that sense. فbrand becomes so important because your brand needs to represent كل الحاجات اللي هي انت بتحاول تعملها دي. I think what I told حمودة من قبل ما join كمان إنه you are a challenger brand. يعني when you look at how you define different types of brands, Thunder is very clearly a challenger brand. So if you're going to be a challenger brand, you need to look like a challenger brand, you need to speak like a challenger brand. Every single act you do needs to embody what you are doing أصلا from a business standpoint. فمن هنا برضو لما أنا I joined, one of the big things that I really wanted to do is change the brand a bit. اوكي تمام، كنا look and feel بتاعنا it was nice. There was nothing particularly wrong about it. يعني ما تعرفش تطلع حاجة غلط في البراند القديم. كنا أخضر والlook and feel بتاعنا كان بسيط قوي. our social media كانت على الهادي قوي. بس مشكلتي كانت إنه we kind of look and feel like a bank and very much a financial institution. بس
المسج بتاعتنا هي انه كل الناس ممكن تستثمر، كل الناس محتاجة تبدأ تستثمر. So by كل الناس we were very much focused on millennials و Gen Z، اللي هو أنا بتكلم في الويندو بتاع من أول 18 سنة لغاية قول مثلا 35 سنة. if I want to appeal to a younger generation and make a brand more approachable أو a product more approachable، فهو لازم the brand needs to feel very approachable. Which is why we did the rebrand. We did the rebrand I joined in February. We had fully rebranded by end of March. غيرنا اللوجو, we changed our colors, we changed our social strategy, we changed how we communicate about الاستثمار. ليه لازم لما نتكلم في الحاجة تبقى جدية قوي؟ ليه لازم نبقى very professional in the way we talk about it? Yes, it's money, but we have to take on the challenge of talking about money but making it fun and appealing, which is a big challenge. لان بيجي معاها برضو حته طب ما انا الناس مش هتاخدني seriously، طب ما فين الكريديبيليتي بتاعتك لو بتتكلمي في فلوس وبتتكلمي في استثمار وبتتكلمي في تحويش ناس وكده، ودي كلها حاجات مهمه جدا جدا جدا. بس you have to find the fine line. و يعني I can't say off we locked it، يعني هو ده الفاين لاين، بس I'm pretty sure we're very close to it يعني from the responses that we're seeing من الناس عامة. حاسة اني كلمت Yes. كتير قوي فوق يا مصطفى. انا مش ما بجيبش، انا بجيب الناس هنا هي اللي تتكلم، انا ما بتكلمش. this is the how we roll in this podcast. انت وقعت في الفخ خلاص. لا محتاجك تخش شوية في النص. طيب يعني اعتقد كلنا لاحظنا كان في فترة عدت على ثاندر كانت بعد الريبراندنج بالظبط، يعني you got a lot of love and a lot of recognition، يعني العديد والعديد من الريكوجنيشن. لأصدقائنا المستمعين ما بيحبوش الإنجليزي، الناس لاحظت ثاندر، حتى الناس اللي كانتش بتستثمر شخصيا. أنا كنت لسه بقول لسلمى أنا شخصيا ما بستثمرش بس I like ثاندر. وبالتالي انا كشخص مش ملم قوي بالاستثمار، ولكن مهم بالنسبه لي ان انا ابقى اون توب في كل حاجه بتحصل. وجود ثاندر عدى عليا كده كلمحه كده انتوا، يعني اللي قد ايه حصل اكشن وقد ايه حصل ديسربشن وقد ايه لو محدش يعني لو حد بيتضايق من كلمه ديسربشن، هم اثاروا الجدل، هي اثاره للجدل حرفيا. يعني براند مثيره للجدل بحلو صح والوحش. وهنتكلم عن حته يعني هنتكلم عن حته الوحش، ويمكن كل ما هنتكلم عن فلوس وكل ما الناس كل ما براند بتبقى بتتكلم عن فلوس كل ما هتلاقي فيه a lot of stake on the line، او في هناك الكثير والكثير اللي تكسبه الكثير اللي تخسره. فانت بتلعب باليه، يعني it's the most Russian باليه. انا ممكن اقول it's Russian باليه وراشن روليت في نفس الوقت. يعني انت فاين لاين، الناس يا هتحتفي بيك كافضل براند في العالم وده حصل، او الناس هتبتدي تاتاك يو. وبرضه نوعا ما ده ممكن يكون يعني مش حصل على سكيل كبير، مش ما حصلش بنفس السكيل بتاع اللوف، عشان ابقى صريح، وهنا انا ما بجاملش حد على البودكاست دوت، ولكن كان في كريتيسيزم وكان في a lot of باكلاش، خصوصا في بعض الايفنتس اللي مرت على من شهر او اقل. there was a lot of criticism، ولكن احمد شخصيا he owned up to it and يعني it was a really good response. بس in marketing we have يعني we have crisis management صح and مظبوط. الطريقه اللي عملتها بيها ثاندر it was super nice. ف يعني انتوا دلوقتي كبراند قادرين ازاي تحافظوا على الصوره بتاعتكم؟ اولا انتوا بتجرو ان سايز وبتجرو ان popularity، ولكن في نفس الوقت
you gave an example واديته مثال ازاي لما بيحصل مشكلة عند أحد ما براند أو ستارت اب أو أيا كان you own up to it و you bounce out of it and بتكسب الناس عشان you're being trustful you're being transparent. احنا حصل عندنا مشاكل ويعني احنا حابين ان احنا صح إيه. صح. اوكي. انا هسيب الموضوع ده ليكي دلوقتي. I know you wanna talk about it و this is not the podcast where we shy about asking the hard questions. This is where we ask the hard questions. بس بس يعني انا بسأل سلمى هذا السؤال عشان صراحة مش ناس كتيرة بتعرف تباونس من مشكلة حصلت. بحس ان هو مجرد ما براند بيحصل عندها مشكلة عارفة انت الميم بتاع سبونج بوب لما كل حاجة بتولع وفي ورق بيطير وكل حاجة الدنيا كلها بتبقى هيستيريك. ده اللي انا بحسه. ولكن this is not what I saw with Thunder. يعني فين الورق اللي بيطير. I saw really good response. how about you take us through البروسيس بتاعة الكرايسيس مانجمنت و how do you take advantage of crisis زي ما انتوا عملتوا. you took advantage of you took crisis وحولتوها لبراندنج. انا اللي هو this is magic. this is magic. فاهمة قصدك. طب مصطفى، عايز تدي كونتكست للناس على انت بتتكلم على انهي اكزامبل؟ ال الريس اوكي التعويم الجديد للجنيه. اه ده كان كان في مشاكل حصلت بسبب ان الناس بدأت دخلت افواجا ووقعوا الاب والسيرفرات بالظبط. هنجت وحصل مشاكل كتيرة جدا. فدي الحاجة والناس ساعتها كانت متضايقة ان هي مش عارفة تستثمر وتلحق التغير ما بين الجنيه عشان اللي هو انا الجنيه النهارده فانا عايز اضارب بسرعة عشان اكسب الفرق ما بين الجنيه والدولار الخ الخ. بس بالظبط يعني it was such an intense moment for everyone. احنا كمستخدمين مستثمرين، انتوا كبراند، الدولة كلها كدولة. ف it was an intense. مش بس اللي هو لا ده الثندر بس هي اللي عندهم مشاكل فاهم والدنيا واقعة. لا انت كان في الهي او الشوك بتاعت ان انا دلوقتي مثلا كنت بقبض 1000 جنيه فانا دلوقتي بقيت بقبض للاسف اقل. فانا امتصيته غضب الناس اللي كان دايركتد صح بشكل اكبر يعني كان امبليفايد بشكل اكتر ناحيتكم. صح آه وده صح. يعني لو كان في حدث بره التعويم والجنيه وكده انا ما كنتش اشوف كميه الامبوش اللي حصلت دي. ولكن you handled it very well. ف how do you do it? What advices do you give to people on crisis management when doing marketing? So انا برضو I think what's interesting about the situation دي بالذات عامة انه كانت حاجة بجد بره ايدينا. يعني سهل انه اي براند تقول اه بجد sorry we made a mistake، فاهم قصدي؟ apologize المستيك، احنا بجد غلطنا في الحته دي يا جماعه واسفين وخلاص. بس في حاجات زي دي اللي هو very unique situation زي ما انت بتقول كده حصلت للبلد. فحصل انفلكس رهيب على الابلكيشن. فالباك اند اللي هو مش احنا بنبقى 100% مسؤولين عليه كان واقع. فكان في elements كتيره قوي. I think what's unique to it is ان هي بجد كانت بره ايدين ثاندر. بس at the end of the day ما هم دول اليوزرز بتوعنا ولازم يحسوا انه هو لو اي حاجه حصلت ما هي ثاندر هتبقى في ظهري وهتعرف تحميني وفلوسي محميه والحاجات اللي بجد بتفرق مع الناس دي. ف I think you actually pinpointed بالظبط يا مصطفى النقطة اللي كنت هتكلم فيها. وممكن بتبقى سهلة أكتر إن إحنا theoretically نبقى بنقول you must be transparent as a brand. Transparency is important. Being honest is هو ده اللي يعني بيجيب مع الناس. بس هو it's the way you do transparency برضو، لأن مش أي transparency بتبقى as heartfelt، بتبقى as believable برضو. فاحنا in our case اول ما الكرايسيس دي ما حصلت انا عايزه ادي كونتكست برضو الناس اللي ما تعرفش. احنا في مثلا اسبوع ما حدش روح من المكتب عامه يعني. فده كان حاجه لوحدها.
بس احنا حبينا ناخد الموضوع من ان احنا نكلم. I think برضو audience is very important في الحتة دي. انت دلوقتي مش بتكلم your new users، وانت مش بتكلم الناس اللي نزلوا الابلكيشن وبس. انت what's nice about situations like this انه it's very targeted ل your investors. فخلاص انت عارف المشكلة مع مين. انا مش هخش على سوشيال ميديا واقول على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى لينكدين وعلى ان انا عندي مشاكل دي كلها او ان بيحصل كل ده، لان these people don't care, they don't know انه دي حاجات بتحصل. ف what's lovely about a targeted audience and being an app is you have the data to know. طب خلاص دول الناس اللي بينفستوا على ثاندر، طيب دول يا جماعه بيعيشوا فين على السوشيال ميديا؟ الثاندر جروبس. تخش لهم بقى على تيليجرام، تخش لهم على الفيسبوك ثاندر يوزرز جروب. ودي حاجه برضو لازم اتكلم عليها which is lovely about the product والبراند بتاعنا، انه you know it's working and people believe in it لما يبقوا خلقوا لنفسهم community ان هم يكلموا بعض ويعلموا بعض ويبقوا بياخدوا معلومات من بعض من غير ما يبقى فيه ثاندر خالص في الصورة. فاحنا كنا عارفين او حمودة definitely كان يعني knows انه the Thunder user group is very very important، وهو ده اللي فيه الماجوريتي of الناس اللي هيبقى عندها مشاكل. فحابين ان احنا ساعتها استأذنا، عشان احنا طبعا ملناش اي دعوه بالثاندر يوزرز جروب، استأذنا الادمن ان احنا نعمل لايف بنجاوب فيها على اسئله الناس، بنشرح الموقف اللي حصل in detail. بنبقى فعلا صراحه و as transparent as we can في الموقف اللي حصل، وقلنا للناس مش بس انه يعني اللي حصل، بس how the steps that we're taking and what we're going to do and how we're going to fix it. فده كان برضو بيدي للناس راحة بال. وعامة في الحكاية اللي حصلت دي الحمد لله كان عدد قليل قوي من الناس اللي خسرت فلوسها، فكنا عارفين برضو the beauty of tech مين هم، فلوسهم رجعت لهم على طول، ايه الكميات بالظبط. اي حد اشتكى وشرح المشكله بتاعته in detail كانت الموضوع resolved within اسبوع. I think the approach of transparency is very important. Knowing where your audience is برضو عشان ما تبقاش بتتكلم في الحتت الغلط is really important. It depends on ايه هي الكرايسيس وتروح لهم ازاي. فمثلا برضو reaching out للناس على emails because I know these people's emails. كنا بنبعت لهم very very I would say detailed progress على ايه اللي كان بيحصل وايه الابديتس بتاعتنا as we go throughout that week عامة through email and the live session. it's transparency. it's برضو ان يبقى في وجه برضو الناس عارفينه ويبقوا واثقين فيه. فاحنا برضو ما حطيناش مثلا اي حد، حاطين السي او، فهو السي او تاكلد الموضوع من نفسه لليوزر. from the CEO to the user اسألوني يا جماعة ايه، يلا احنا على لايف وادي كل نقطة اللي عايزة اتكلم فيها النهاردة وهجاوب على كل حد. فهو برضو that window مع اليوزرز who trust you is important، انك برضو تبقى بتحسسهم لا انتوا مهمين بالنسبة لنا و the issue is important، وانا هديكوا الوقت اللي انتوا محتاجينه عشان اجاوب على اي concern عندكم. to sum it up these are the tactics we took in terms of تبقى عارف الaudience، تبقى عارف تروح لهم ازاي، و how to be transparent about it is another point. بس I think that's the big thing on crisis comms is to always be يعني proactive برضو in a way. احنا ما استناش الناس تطلب لايف على الجروب، ما استناش الناس تبقى بتبلو اب الموضوع على السوشيال ميديا، فحتى اللي ما كانش عارف ان في مشكلة بقى عارف. when you tackle it early on it's very very important. حتى ممكن حد يقول لا ليه وليه نمسك الموضوع دلوقتي، ده حتى الموضوع مش كبير قوي. And sometimes when brands do that, it ends up blowing in their face because they didn't tackle it early on. Because they think, oh no, it's only 200 people talking about it, it's fine. لا, it's actually not fine because ممكن يبقى واحد من 200 دول بس يبقى influencer يعمل لك تيك توك يوديك في داهية. هو يعني الحاجات دي بتبقى مهمة قوي قوي ان احنا نبقى proactive.
reactive بالطريقة الصح، وفي الحتت الصح. حلو جدا. في حاجه تانية برضه انا هتكلم عنيها، مش عارف يمكن انت ما دخلتيش على الجروب النهارده او امبارح. التغيير بتاع البنك المركزي ان خلى ان في 10 جنيه رسوم سحب للارباح وكده. a lot of people were making هو التغيير ده اعتقد حصل امبارح او اول امبارح، ف it was extremely recent. الناس كانت بتسأل على الجروب، و مش انتوا مش على الجروب كادمنز او كجهة ممثلة، ولكن الناس كانت بترد بتقول لك يعني ثاندر هيعملوا ايه؟ ده قرار البنك المركزي. انت بتهاجموا ثاندر ليه؟ وانا اللي هو الناس بدأت تدافع عن ثاندر. ايه اللي بيحصل ده؟ ايوه ايوه بالظبط. You've لا built دي such a كانت brand يعني you've built such a brand, such a truthful brand، وان هو I'm being transparent with my users. فاليوزرز دلوقتي they feel extremely إن انا مرتاح وانا بدافع عن ثاندر، عشان ثاندر مش مش بيستعماني هو انت بتستعماني يا هرم ولا لا؟ ايوه ف ايوه صح صح. I really يعني I really think ان حاجه زي كده تستحق ان هي نهايلايت اولا، ونقول للبراندز ازاي تبني براند كويسه يعني. ما فيش قله من الجروبس اللي ممكن نلاقي عليها شكاوي على البراند، سواء بقى كان ناس انترنال او يوزرز لحاجه معينه. يعني مثلا انا على جروب لتجار امازون، انا مش ببيع على امازون بس انا بحب كده اكيب بولس اون ستاف. بشوف a lot of يعني برضو هم بنوا جروب لنفسهم وبتاع، بس ما بحس الديسكونكشن كبير قوي ما بين اليوزرز هنا والهاير مانجمنت، على عكس ما انا بحس في ثاندر، مع ان ما فيش، تاني بقولها، ما فيش representation اوفيشال ريبرزنتيشن لحد من ثاندر جوه. بس الناس they feel comfortable talking about the brand, they feel comfortable speaking about the brand, defending the brand. اللي هو انا عارف ان هم الناس فاهمه ان موضوع ال 10 جنيه ده هو بره عن ايد ثاندر تماما، ولكن يعني انا ما كنتش متخيل ان هيبقى في understanding الصراحه، لان people always like to get الشوكه البيتش فورك بتاعتهم وهنروح نولع في ثاندر دلوقتي او اي شركه. بس this didn't happen, which was really really interesting. واعتقد ده واحد من الحاجات اللي led up للحلقه بتاعت النهارده. This is such an indie podcast، بس يعني an indie podcast which loves to highlight people and loves to highlight good stories، سواء ماركتنج براندنج بقى الحاجات الجميله اللي زي كده. انا صح. عايز يكون في ناس اكتر بت 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 بتبني شركات trustful transparent، وفي نفس الوقت ابقى عايزه اشتغل في الشركه دي، اشتغل مع الشركه دي، عايز استخدم البرودكت بتاعهم يعني. there are a lot of fronts Founder is working on، من اول البراندنج في من كام شهر، كذا شهر يعني، مش الشيفت الكبير في البراندنج والدوشه اللي حصلت، which was a good دوشه مش bad دوشه. call it disruption بقى، call it whatever you wanna call it. هو كان دوشة، والناس عرفت عن ثاندر، والناس اللي ما كانتش تعرف عن ثاندر بدأت تتعلم عن ثاندر. ويعني أنا شايف إن حصل أكشن كتير جدا. آه معظمه كان في صالح ثاندر الصراحة. وعشان كده يعني احنا بنهوست يو هير توداي سلمى، عشان تقول لنا الخلطة السحرية ال 21 herbs بتوعي. هما كانوا 21 صح؟ أنا نسيت. يعني بقى حقيقي مش فاكرة بصراحة. ماشي. أنا يعني I think برضو إن الناس اللي بتقول إن في خلطة سرية دي غالبا بتبقى بتضحك على بعض، ومفيش خلطة سرية. اللي بيحصل عامة معظم الوقت ناس حقيقي be very transparent، بتخبط لغاية ما بتلاقي إن they're doing something right. فأنا هتغلط وهتعرف غلطاتك كانت فين، do something right، وهتعرف ان this is how you need to hold on to it. فهو it's not a خلطة على قد ما هي trial and error كتير قوي لغاية ما تشوف. وبعد كده احنا again يعني
ممكن نبقى disruptive so much change has happened في خلال السنة اللي فاتت. بس مهما كان برضو ما اقدرش اقول انه we're there yet او we have the solution او we know every right thing to do. الاكزامبل اللي انت اديته ده بالذات I think برضو اكزامبل لحاجه بره ايدينا ملهاش دعوه بثاندر. Yes. اللذيذ فيه انه إن لما الناس بتبقى بتدافع عنك فطبعا يعني I think you work until you become a brand where people will speak on your behalf. فدي حاجه طبعا يعني that we can talk about for ages about it being a success in itself. بس how you handle it is برضو انه خلاص انا يعني it's a very small thing يعني مش هقول لك اوف بقى عملنا حاجه رهيبه بس it's very ingrained ومش هقول لك دي حاجه part of marketing strategy بس اكتر احنا كشركه we like to keep our users up to date قوي through CRM through updates in-app updates على حاجات حتى لو هي مش في صالحنا. ف again it ironically goes back to transparency ان هتلاقي ان معظم الناس اللي كانت على الجروب دي عرفت اصلا مننا عشان كانوا بيبعتوا سكرين شوتس من الموضوع عننا وان احنا كنا بنويلكم في الايميل reach out to us لو عندك اسئله اكتر. فهو يعني ان احنا نبقى عارفين ان في حاجه ممكن تضايق الناس بس عايزين نتكلم معاهم فيها وعايزين نبقى من اوائل الناس اللي قالت لهم ان دي حاجه هتأفكت الانفستمنت بتاعهم او هتأفكت how they work is very important and we came first with the information برضو. Yep. يعني you have done such an amazing work at Thunder. I do not يعني انا عاده ما بجاملش حد. I like like keeping it honest وكل حاجه. بس يعني you have انتوا عملتوا شغل عالي اورجانيك. عملت شغل عالي اورجانيك يعني I'm not sure how if you run ads or not but يعني معظم الحاجات اللي انا سمعتها عن ثندر عدت عليا عن ثندر كانت كلها اورجانيك. it's always يعني nice to see smart people doing awesome things at brands that we like like ثندر is brand شبابي. انا عندي 26 سنه لسه ما عجزتش شعري ما بيضش يا شباب. فانا شباب فانا بحب ثندر. فعشان بس ايه الناس اللي بتقول انا عندي 35 سنه دول انا ما عنديش صح 35 سنه يا شباب. بس بس وفعلا انا اتمنى دي ما تكونش الحلقه الوحيده اللي هنهوست فيها حد من ثندر سواء هنهوست سلمى تاني او هنهوست بقى نتكلم مع احمد حموده او نتكلم مع انا في حد جوه انا متابعه وعايز اتكلم معاه سلمى عرفه. يا سلمى عايز اتكلم مع يس سلمى برضه she's such an interesting person و شي يعني يس هتلاقي دايما ان الستارت ابس السمارت والانجيجنج والحاجات اللي زي كده الناس اللي جوه كتير بتاتراكت similar people وبتلاقي ان الروح جوه بتطغى على البراند كبراند كشكل كموضوع وككوميونيكيشن وكحاجات كتيره جدا. مش بس يعني انا مش الماركتنج مش بس الحاجات اللي انا بصدرها لبره الشركه هي جزء منها اللي جوه الشركه لان الشركه لو جوه الشركه لو من جوه معفنه فصدقني it will show. يعني حتى لو التفاحه دلوقتي ما بانتش ان هي كانت فاهم باظت it will show. بس يعني it now shows that the brand is extremely transparent. الناس كلها having fun. الناس بتدافع عن ثاندر لما يكون في حاجه worth defending. I would like to thank يعني احب اشكر جدا سلمى لغايه ما نهوست اذر سلمى او نهوست سلمى تاني على وجودها معانا النهارده ويعني being transparent continuing the train of transparency والكلام بدون اي edits. يعني الموضوع لذيذ جدا وانا افضل ان براندز اكتر تبتدي تتكلم عن حاجات زي كده وتبتدي تبقى منفتحه اكتر. بس let's hope حلقه ثاندر تكون a listen way a disruptive a disruptive episode وتسمح للناس يعني ان هم يبي more honest مع الناس. بس on that note يا شباب ويا شباب وكل الناس اللي بتسمع البودكاست thank you so much ونتمنى نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. Bye everyone, thank you. Thank you. اتمنى تكون الحلقة فادتك ولو حبيت الحلقة ما تنساش تعمل لايك
على يوتيوب، سبسكرايب على البلاتفورمز المختلفه اللي احنا عليها على البودكاست، وشير مع اصحابك الحلقه دي. ولو عندك حلقه، لو عندك اي سؤال للضيف، ما تترددش ان انت تساله له، ما تترددش ان انت تساله لنا واحنا نساله للضيف ونجاوب عليك. ودايما اسال. وبس كده. اتمنى يكون البودكاست ده نال اعجابكم.